إثتاوي هي العاصمة التي أسسها الملك أمنمحات الأول في بداية الأسرة الثانية عشرة، وكانت تقع بين منف والفيوم لتكون مركزاً إدارياً وسياسياً يربط بين دلتا النيل وصعيد مصر. اختير هذا الموقع بعناية ليضمن السيطرة على البلاد بأكملها، ويكون مقراً للحكم والجيش والإدارة، كما كان نقطة مركزية لإدارة المشروعات الزراعية ومراقبة طرق التجارة. كانت المدينة قلب الحكم في الدولة الوسطى، ومن هناك قاد أمنمحات الأول إصلاحاته الإدارية التي هدفت إلى تعزيز السلطة المركزية وتقليل نفوذ حكام الأقاليم المحليين، وهو ما ساهم في استقرار مصر داخلياً. كما شجعت إثتاوي على التطور العمراني والمعماري، فتم فيها بناء قصور ومرافق إدارية ضخمة، وأصبحت نموذجاً للمدن الملكية في تلك الفترة. لم تكن إثتاوي مجرد مركزاً إداري، بل كانت أيضاً مركزاً اقتصادياً واستراتيجياً، حيث نظمت الحكومة من خلالها مشاريع الري وتوسيع الأراضي الزراعية، وهو ما عزز إنتاج الغذاء واستقرار الاقتصاد. كما أتاح موقعها إمكانية مراقبة الحدود الجنوبية وبناء حصون لحماية مصر وتأمين طرق التجارة مع النوبة. ظهرت المدينة كذلك كمركز ثقافي وفني، إذ ازدهرت فيها الفنون والمعمار، وظهرت فيها مقابر ومعابد تعكس براعة الفنانين المصريين وقدرتهم على التعبير عن سلطة الملك وقوته. استمرت أهمية إثتاوي طوال الأسرة الثانية عشرة، وظلت رمزاً للحكم المنظم والقوة العسكرية والإدارة المركزية التي ميزت هذه الفترة، وما زال أثرها محل دراسة من قبل المؤرخين وعلماء الآثار حتى اليوم.